السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي وأحبائي في كل مكان، منورين جميعا. صباح الفل، صباح السعادة، صباح الانسجام. في البداية كده، لو قلت لك عارف يعني إيه غربة، هترد عليا وتقول لي إيه؟ الغربة مش بس إنك تبعد عن بلدك، الغربة ساعات بتبقى إنك وسط الناس وبرضه حاسس إنك لوحدك. الغربة مش سفر طيارة ولا شنطة على الظهر. الغربة دي حالة بتحصل لما تبص حواليك وتلاقي كل حاجة مختلفة، حتى صوت نفسك. بس عارف، الغربة كمان هي اللي بتعلمنا نقدر الحاجات الصغيرة ونقدر التفاصيل. ريحة الأكل اللي كنا بنزهق منه. كلمة صباح الخير من البقال. صوت الكلاكس بتاع الشارع اللي كلنا بنلعنه. لكن هناك بقى، بعيدا عن كل ده، بتكتشف إن الحاجات اللي كنا شايفينها عادية كانت جنتك. يلا بينا، معاكم أنا محمد سعد، ودي حلقتنا النهاردة من راديو على ما تفرج. النهاردة نتكلم عن الغربة تلبية لصديقنا بلاك، ولكن بطريقتنا احنا، مش كحزن، لأ، كذكريات وكدفى وضحكة طالعة من جوه الشوق. راديو على ما تفرج مع محمد سعد، راديو على مزاج. عارف، أول ما الواحد بيسافر بيبقى شايل نفسه وشوية ذكريات معاه. فاكر أول مرة رحت السوبر ماركت هناك، واقف قدام الرفوف بتدور على جبنة رومي، ما فيش يا معلم. هناك بقى اسمها حاجة تانية، كل حاجة لها طعم بس مش هو اللي احنا متعودين عليه. لكن بقى أول ما بتسمع صوت الأذان وانت في بلد تانية، بتحس بقى ان قلبك رجع بيتك دقيقة. واللغة بقى من اللغة دي حكاية تانية. يعني أول مرة تقول ثانك يو وانت مش عارف تضحك بقى ولا تعيط ولا تعمل ايه. بس الغربة رغم كل ده هي بتربيك، يعني بتخليك تعرف قيمة البيت واللمة وتفهم ان الدفى مش في البطانية، الدفى في الناس، بس الناس اللي بجد، مش اللي كده وكده. راديو على ما تفرج مع محمد سعد، راديو على مزاج. ومعانا اتصال تليفوني وصديقنا سلامة، بنقول لك ازيك يا سلامة، ايه الاخبار؟ السلام عليكم، ازيك يا استاذ محمد؟ ايه الاخبار؟ حبيبي يا سلام، وعليكم السلام، ايه الدنيا معاك؟ والله الحمد لله تمام. انت اخبارك ايه واخبار الاسره الكريمه؟ زي الفل يا حبيبي، زي الفل. خلينا ندخل كده في موضوع الحلقة بتاعتنا النهاردة. كنا بنتكلم عن الغربة. يا ترى الغربة من وجهة نظرك هي ايه، او هل انت سافرت قبل كده او ليك حد قريب منك سافر؟ والله انا ما سافرتش قبل كده، ولكن ليا صديق مسافر من حوالي 5 شهور او 6 شهور تقريبا يعني. اسمه ايه؟ اسمه احمد سمير. احمد سمير، تمام. المدة اللي سافر فيها ديت، انت يعني ال6 شهور مثلا انت بتحكي فيهم دول، حسيت ان هم مروا عليك عادي كده مرور الكرام مثلا، ولا حسيت بقيمتهم فعلا؟ والله يا استاذ محمد، انا على قد ما انا فرحان ان هو طبعا شق طريقه وهيحقق احلامه، وطبعا السفر شغل، السفر كويس ليه. على قد برضه ما انا زعلان ان هو طبعا ايه يعني الفروق. يعني هو كان اصلا يعني عشان صديق ليا، وكنا بنروح اماكن. طبعا الاماكن ده اصلا انا ما بقتش بروحها عشان خاطر احنا كنا بنروح سوا كتير. كنت بتشجعوا بعض يعني؟ بالظبط. وكنت مثلا بستشيره في بعض الحاجات. فانا زعلت ان هو سافر طبعا، يعني حسيت ان انا بقيت وحيد يعني. فدي اللي زعلني بس. ولكن فرحان جدا ان هو طبعا هيحقق احلامه من الشغل، وربنا يوفقه دايما. بس زعلان عشان ليه يعني هو كان اكيد صديق. اكيد فاهم شعورك يا سلامة. طيب، انا فاهم شعورك. الفرق ما بينكم كتير في السن ولا؟ لا، احنا بقالنا يعني الفرق شهور بس، يعني ممكن شهرين 3. شهرين 3. بتحس ان انتوا كواليتي واحد، دماغ واحدة؟ طبعا يعني احنا هقول لك لان اصلا احنا يعني مثلا اتعودنا على بعض، وطبعا التعود سلوك. يعني انا خلاص بقيت ايه يعني فهمت بقى تفاصيله
بقينا يعني بقينا واحد، يعني بقينا فاهمين صحيح فين واحد. صحيح. ربنا يجمعكم تاني على خير ويخليكم لبعض ويديم طب السؤال، بتتواصلوا مع بعض؟ والله مش كتير، لكن طبعا عشان هو ضغط شغل، وانت فاهم طبعا امم. الغربة بتحتاج وقت كتير في العمل. فكل فين وفين طبعا على ما يتصل. ولكن هو كانت هنا يعني كنا بنسأل على بعض كتير، وكنا بنروح يعني اكيد اكيد، يعني انتوا كنتوا دنيتكم كلها مع بعض، بتبداوا اليوم مع بعض، الكلام ده كله، لكن طبيعي ان هو في بلد غير البلد الدنيا بتبقى اصعب شويه. بالظبط. آه، وبعدين انا كنت بروح يعني كنت بروح رحلات كتير. لو رحت رحلة دلوقتي هحس ان انا وحيد، لان طبعا انا يعني اصدقائي ممكن واحد اتنين بس، ما يعني ليا معارف كتير، ولكن طبعا الفرق ما بين الصديق حاجة، والفرق ما بين المعارف صعب. اي اكيد اكيد. حاجة كويسة. ربنا يديم المحبه بينكم والصداقه. طب لو تحب توجه له رساله، تحب توجه لاحمد رساله، تقول له ايه؟ والله اول حاجة طبعا انا اشكرك طبعا وعلى البرنامج، حبيبي وربنا يوفقك. انا حبيبي، سعيد جدا ان سلامه انا في حبيبي البرنامج. حبيبي. احب اوجه له رسالة، يا ربي ان هو يجي بالسلامة ان شاء الله، واجتهد. هو شخص مجتهد وشخص شاطر، م. وان شاء الله يجي وهو محقق كل اللي نفسه فيه يا رب دايما، اللي هو احمد سمير. أحمد سمير، دي كانت رسالة لصديقك سلامة. بيتمنى ليك الرجوع، ويا رب البرنامج بتاعنا يوصل عندك، ونكون سبب في الطلاق. وبيقول لك يا عم انت وحشه، يا عم يا عم وحشه يا عم. تسلم يا سلامة، بجد كنت مبسوط جدا بالمداخلة بتاعتك. وإن شاء الله ما تكونش أول مداخلة، اتشرفت بيك، وإن شاء الله تكون معنا في الحلقة الجاية بإذن الله. انا والله سعيد جدا ليك وانا فرحان جدا ان انا طبعا صوتي يعني هيوصل لعدد ناس كتير. وطبعا وبشكرك ان انا طبعا ان انت كلمتني، وطبعا اشكرك حبيبي والبرنامج الكويس، وبشكر حضرتك جدا جدا يا استاذ محمد. تسلم يا سلامة، نورتنا، وخلونا نطلع بفاصل ونرجع لكم من تاني. راديو على ما تفرق مع محمد سعد، راديو على مزاج. في ناس بتسافر سنين وبتفتكر انها اول ما ترجع كل حاجة هتبقى زي زمان. بس الحقيقة لا البلد دي زي زمان ولا احنا زي ما كنا. بس عارف ايه اللي ما بيتغيرش؟ الشوق. اللي بيرجع بيحضن الشارع بالعافية، بيبوس باب بيته، بيسلم على التراب. يمكن الغربة بتبعدنا بالجسم، بس بترجعنا بالحنين، والحنين عمره ما مات. ومعانا اتصال تليفوني من صديقنا بلاك، اللي الحقيقة بنعمل الحلقة دي تلبية ليه. أهلا بك يا بلاك. ازيك يا استاذ محمد، عامل ايه؟ حبيبي يا بلاك، طمنا عليك. أستاذ مين بقى يا عم؟ احنا على قديمه يعني. أخبارك ايه؟ طمنا عليك. الحمد لله تمام بخير والله يا حبيب قلبي، انت عامل ايه؟ طمنا عليك. بخير يا حبيبي بخير. يا رب قول لي بقى حكايتك مع الغربة. أنا طبعا لسه عارف بالصدفة إن أنت في بغداد، مأمورية تبع الشغل. فالدنيا إيه معاك؟ حاسس إزاي؟ احكي لي بقى. بص يعني الدنيا معاك براحتك بقى. تمام. بص يا حبيب قلب اخوك، هو الغربة حتى لو انت في وسط ناس كويسة وفي وسط ناس عشرية، م. غربة مرة. مادام بعيد عن أهلك وأصحابك وحبايبك وبلدك أصلا، أنت في عذاب، أنت في مواقف صعبة. آخر الليل بتدخل الأوضة بتاعتك، م. بتقفل على نفسك، بتبقى وسط 4 حيطان لوحدك. طول النهار بتبقى مع أصحابها ودوام الشغل وكده، بس بتدخل آخر اليوم بتندفن. عايز أقول لك إن أنت بتقعد وسط 4 حيطان، م. خلاص يعني. أنت يائس من حياتك كلها. لا حول ولا قوة إلا بالله. بص هقول لك على حاجة. أنا يعني خلينا نقول
مش في الاول في الاخر هي اسمها غربة، اللي هو حتى لو وسط الناس كويسين مع بعض بيتعاملوا بيحسسون ان هم اهلي او كده، لكن لا يعني بعد كده ايه لما تروح بقى وتقعد مع نفسك بنقعد نندب بقى، فاهم صح كده؟ بالظبط كده. خلاص انت بتبقى اخر اليوم بتاعك بتدخل، تقعد على السرير بتاعك تقول انا ايه اللي انا عملته في نفسي ده. السؤال ده بيتكرر لو انت في دوام سنة او طالع مأمورية سنة. مم. الدوام ده بيتكرر 365 يوم في السنة، 365 مرة في السنة، يوميا كل حرفيا. يوميا بتسأل نفسك. بالظبط، بتسأل نفسك أنا إيه اللي عملته في نفسي ده، أنا إيه اللي خلاني أسيب أهلي وحبايبي والناس اللي أنا كل ما أتوجع ألجأ لهم، الناس بتهون عليا. أنا فعلا حاسس إن أنا وحداني، حتى لو والله لو حواليا مليون واحد. طيب ربنا يهونها طبعا عليك يا بلاك يا حبيبي. بس انت قول لي شعورك ايه اول ما بدأت اول ما سمعت الخبر ان انت مسافر؟ بص يا حبيب قلبي، هو عايز أقول لك إن أنت عايز تجازف. شيء طبيعي. انت بتبقى مش لاقي الحياة الأكفأ في بلدك، فبالتالي بتدور ان انت تسافر بره وتعمل حاجة او تفكر في مستقبلك بان الانجاز هيبقى بره مصر او بره بلدك عموما يعني. طيب. يبقى فيه مخاطرة شوية. طب خليني اقول لك. طيب انا عارف ان انت مثلا ايه بقى لما كنت بتنزل من البيت بتلاقي مثلا عم ابراهيم البقال مش عارف ايه وشوش انت عارفها، وعارف ان دلوقتي الدنيا متغيره. بس خليني مثلا قول لي الفرق ما بين هنا وهنا ايه؟ طب هل التعامل كويس؟ احكي لي. بص يا صاحبي، هقول لك انا البلد اللي انا فيها ديت، ده على فكرة دي مش أول غربة ليا، لكن البلد اللي أنا فيها ديت بلد محدودة الفكر. إن أنت أصلا أنت عايز تعمل إنجاز فيها بس مش لاقي إمكانيات الناس أو العقلية اللي أنت فيها، فبالتالي بتتعب. أنت بتضغط نفسك نفسيا عشان خاطر تقدم أحلى ما عندك وتطلع أحلى ما عندك. بس عقلية الناس اللي موجودة هنا هم ناس طيبين وناس غلابة جدا وناس يحبوك، بس انت مش على امكانياتهم هنا. انت مش قادر توصل اللي انت عايزه، يعني مش قادر تتأقلم بمعنى اصح. طيب التواصل ما بين الأسرة دايم ولا بيبقى عندك الوقت؟ أكيد انا عارف طبعا انا عارف ان انا الوقت اللي انا بكلمك فيه اخد من مساحتك الشخصيه كتير قوي، يعني اللي هو من وقت الراحه والله يا حبيب قلبي انت تؤمر في اي وقت. حبيبي. انا بصراحة سعيد ان انا كلمتك وطمنت عليك والله وانا اكتر. لكن انا حبيبي، لكن انا اهلي ما اقدرش ان انا في يوم ما اصحاش الصبح اكلم والدتي اطمن عليها، ما اصحاش ان انا اطمن على اخويا كده يعني. ربنا يخليهم لازم لك ويبارك لك فيهم يا يوميا رب. قبل ما اداوم وبعد ما بداوم لازم اطمن عليهم. بس برضو انت مضغوط، الناس دي كانت قريبة منك قوي اكيد فبعدت مرة واحدة، فهم على قد ما هم بيواسوني بيهونوا عليا الغربة، بس انت حاسس برضو بالغربة. بس هم مقدرين برضو، هم مقدرين برضو، يعني هم ما مش مثلا متضايقين، هم اكيد زعلانين بس مش حاطين لهم عليك، يعني هم مقدرين الوضع. بالظبط كده. بص يا محمد، هقول لك على حاجة. انت دلوقتي انت اللي بتبقى عايز تسافر او عايز او مفكر ان الغربة دي هي اللي هتحقق لك مستقبلك او هي اللي هتنجز لك حياتك او سياق. لكن انا لو اتخيرت تاني انا مش هسافر ومش هسيب بلدي، انا خليني قاعد في مصر. معلش خليني اقطعك. انا بص هقول لك على حاجه. انا واحد من الناس انا بفكر في السفر، تمام.
لكن في ناس مثلا قبلنا، يعني شفنا في ناس ما عرفتش تعمل حاجه ورجعت، وفي ناس لا ظبطت دنيتها ومش عارفه ترجع هنا. يعني لما بترجع هنا ويقول لك خلاص انا استكفيت من الغربه وعايز بقى ابدا اظبط حياتي هنا، فيجي يقول لك انا مش قادر، عايز ارجع تاني. ف بص يا حبيب قلبي، اتفضل. انت شيء طبيعي عشان انت ما جربتش مثلا الغربة او بعيد عن اهلك من دولة لدولة. انت عندك حب استطلاع كبير جدا ان اللي بيسافر بره مصر طبيعي طبعا. م. يعني عندك اقرب حد ليك مثلا جيرانك مفكرين ان انت هتسافر دولة اوروبية او دولة خليجية، ان انت هتيجي ومعبي الشنطة دولارات. ايوه انا تمام؟ عارف انا الفكر ده. ايوه مش بيحسبوا بقى انك دي غربة وانت دفعت في كل حياتك كلها في الغربة ديت. ما بصلهاش بماديات. انت هتتعب هنا اليوم واحد. والله لو بص، عايز اقول لك ان انا جيت هنا يا محمد، اول يوم عيطت فيه. انا بكلم محمد وعارف ان الكلام ده هو حسه. تمام. انا اول يوم جيت هنا انا كنت منبهر. انا رايح دولة تانية. انا سافرت قبل كده زي ما انت عارف. انا اتغفلت يا جماعه. بس اللي هو كانت انا اتغفلت يا جماعه. انا جيت هنا. انت عايز اقول لك ان انت في حوالي 500 شخص. م. انت مكفل ان انت تفهم ال 500 شخص. ال 500 شخص ما بيفهموش او عقليتهم مش زي عقلي. سوري في اللفظ، ما بيفهموش بس عقليتهم متوسطة جدا. ان العقلية بتختلف طبيعي، يعني هي بتختلف. هنا الدكتوراه بعد الستة. شفت الستة ابتدائي؟ الدكتوراه بعد الستة. اللي معاه ستة هنا، اللي معاه ستة ابتدائي هنا او مرحلة ابتدائية بروفيسور هنا. تشبه مرحلة بروفيسور. يبقى هنا شفت انت وصلت لإيه؟ عقلية هي دي كده. وانت بتتعامل معاها ومضطر ومجبر انك تفهمه. ولو ما فهمش انت اللي بتشيل مسؤوليته. اكيد ورسالة انت بتقدمها، فلازم تقدمها على اكمل وجه يعني. بالظبط كده. فانا جيت اول يوم هنا اشتغلت 20 ساعة. اول يوم هنا دوام 20 ساعة. تمام. كانت اختبارات و3 ايام اختبارات. اشتغلت في اول يوم ده 20 ساعة. والله يا محمد انا دخلت، انا الغرفة بتاعتي فيها حمام. انا دخلت الحمام، عايز اقول لك ان انا جبت كرسي وقعدت تحت الدش وقعدت ساعة كاملة. اللي هو انا والله يا محمد انا مذهول انا عيطت. ازاي؟ ايه ده؟ انا كنت ايه في مصر وايه اللي جايبني ده كله عشان خاطر فلوس؟ عايز اقول لك يا محمد ان في ناس نزلت من هنا وما فيش حد نزل صحيح يا محمد. مفيش حد جه المكان اللي انا فيه ده نزل صحيح. غير كمان انك في دولة شيعية، كلها شيعية. ممنوع تتكلم لا سياسة وانت اصلا جاي ميري. ايوه تمام. جاي جهاز امني. انت جاي جهاز امني. وانك بتشتغل مع الدولة اصلا. ممنوع كلام في سياسة، ممنوع كلام في دين، ممنوع صلاة قدام حد شيعي، ممنوع موانع كتير قوي. فانت ازاي ده؟ انا هقدر اتأقلم السنة كاملة هنا؟ والحمد لله انا كان جاي معايا 3 كمان. احنا كنا 4. ال3 نزلوا والحمد لله انا قعدت. يا باي. مش قعدت عشان فلوس، والله ما عشان فلوس، بس انا قعدت عشان انا فكرة انك تيجي يا محمد وتنزل بعد شهر ده كده ما عملتش حاجة. مش قصة كده. احنا عندنا طبعا في المصري والشعب المصري وقعدة المصاطب زي ما انت عارف. هيقول لك ده راح ما قدرش يتأقلم وجاب بعضه. لا هو الفكرة بتضحك عليا. بص هو الفكرة ما بتتقالش يعني بالبلدي كده بيقولوا ان ده شخص عويل بقى، ما لسه ورور ما استحملش. فرفور ما قدرش يستحمل. بالظبط. بس هقول لك على حاجة. هو يعني
حته ان انت تروح وبعد شهر تيجي انت كده ما عملتش حاجه، فمش مستاهله. اللي هو لا انا يعني انا عامل ماشي. كل ما الكلام ده ومضيع عشان اروح شهر وامشي. لا خلاص بقى اكمل انا واصبر انا واللي هو ربنا مؤمن. ما يعيدها. بالظبط، انا مؤمن جدا جدا ان انا المكان اللي اتحط فيه اكون على قدر المسؤوليه فيه، ان انا اكيد اكون اكيد. احسن، يعني احسن واحد يكون في المكان ده. دي شخصيتي، انا مش بشكر في نفسي، بس ان انا كده من صغري. م. انا اتأقلمت ان انا ابقى كده. انا الحمد لله جيت هنا بقيت بالشكل ده. مش شكر في نفسي، ده تدبير من عند ربنا بس. الحمد لله انا قدرت اكون هنا في ال5 شهور واحد من اكفأ الناس. بس انا لحد دلوقتي 5 شهور 150 يوم مش متأقلم. انا مش عارف اتأقلم. بجد ربنا يقويك، انا مش بحمد. ويرجعك لناس سالم بإذن الله. وطبعا كل ده حبيبي يا بتدابير محمد. ربنا مبدئيا، يعني هي بتدابير ربنا. آه، وفي حاجات كتير بقى بيني وبينك بقولها مش هقولها عشان ايه ما نتسوحش عشان الرقابة. حبيبي يا لكن محمد والله. ربنا يوفقك كده ويعينك ويديلك الصبر من عنده ان انت تقدر ان انت تكمل لغاية لما ترجع بإذن الله لينا بألف سلامة. حبيبي يا محمد والله. حبيبي، وكمان انا مبسوط بجد ان انا اتكلمت معاك. انا بصراحة اتغفلت يعني في حوار سفرك، انا من ضمن الناس اللي اتغفلت بصراحة. ما كنتش اعرف اللي انت ربنا يعافيك والله يا حبيب قلبي. يعني ما اعرفش الا دلوقتي بصراحة بالصدفة. آه لكن انا طبعا بشكرك اللي انت في وسط المدعكة اللي عندك تمام كلمتيني بجد، انا مبسوط يعني. تسلم لي يا خلينا حبيب قلبي والله، حبيب انا اللي الشرف. حبيبي يا بلاك، يا حبيبي قلب اخوك. راديو على ما تفرق مع محمد سعد، راديو على مزاج. كان المفروض يبقى معانا مداخلة كمان من صاحبة الصوت الجميل رحمة محمد، لكن الثانوية العامة أخدها مننا الحقيقة، ف قدرنا بالعافية ناخد منها ريكوردات على الواتس من أغنية لمحمد حماقي، هي أغنية يا غربة يا بعيدة. فيلا بينا هنسمعها وارجع لكم من تاني، يلا بينا. طيارة الساعة 5 والناس مسافرة وشنط كتير، وانا بين وداع بالدموع وضاع بالرجوع ونظرات أخيرة. انا كنت واخد قراري، ما انا لازم اجري على اكل عيشي، وحبيبتي قلت لها سلبك كتير فشلت عيشي. يا غربة يا غربة يا بعيدة، رايح لبلاد جديدة. يا غربة يا غربة يا بعيدة، رايح لبلاد جديدة. وشوش غريبة عليا ودمعي تنفع عينيا، وربنا يقدرني ما هو وحده عالم بيا. الوحدة واربع حيطان وتفكير في بكرة وانا مين معايا. طب لو هفضفض واشكى فضفض لي مين اللي روحي في المراية. الله يسامح الظروف ما بتجيبش فرح قد المواجع، وبرضه هم يا دوب كام سنة وارجع راجع. يا غربة يا غربة يا بعيدة، رايح لبلاد جديدة. يا غربة يا غربة يا بعيدة، رايح لبلاد جديدة. وشوش غريبة عليا ودمعتين
في عنايا، وربنا يقدرني ما هو وحده عالم بيا. كنا بنسمع دلوقتي رحمة في أغنية يا غربة. كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى، وطبعا أغنية حماقي. رحمة من الأصوات المميزة جدا على فكرة يا جماعة، وطبعا الثانوية العامة حرمنا منها قوي قوي يعني. بتملك طبعا التوفيق يا رحمة، وبنتمنى كمان التوفيق لأبنائنا وبناتنا في المراحل الدراسية. راديو على ما تفرق مع محمد سعد، راديو على مزاج. أصدقائي وأحبائي، في النهاية بنقول إن الغربة عمرها ما تبعد القلب. الغربة مش نهايات، دي بداية لفهم جديد عن نفسك وعن الناس اللي بتحبهم. اللي سافر سافر بجسمه بس، لكن قلبه لسه هنا. قلبه لسه هنا، في أول شارع، في أول ضحكة، في أول صباح. حافظوا على الحنين وخلوه دايما عايش جواكم، علشان اللي ليه أصل عمره ما يتوه. كنت معاكم أنا محمد سعد، ودي كانت حلقتنا النهاردة من راديو على ما تفرج. ما تنسوش تقولوا للبعيد وحشتنا يا جدع، واستنونا في الحلقة الجاية بإذن الله. وكمان ما تنسوش رأيكم بيهمنا جدا، فاكتبوا لنا رأيكم في حلقة النهاردة. وكمان اللي حابب يقترح علينا موضوع معين حاببنا نتكلم فيه أو فكرة جديدة، يكتبها لنا في التعليقات، ونقول لكم يلا باي.